فالنخبة قائدة، يعني مجتمع في سكة الصواب مقاوم لكل الهزات. في الجزائر طبيعة الأحداث التي نعيشها يوميا ونوعية النقاش المتداول يحملنا للتساؤل: هل نملك نخبة؟ وإن كانت قليلة فكيف ننشئ نخبة؟ وهل مكنا هذه النخبة من العمل أم همشناها؟ وهل هناك مبرر لغياب النخبة؟ أسئلة كثيرة تجعلنا بأمس الحاجة لكفاءات واهتمام وواجب بالإنسان. اختطاف الأطفال، كثرة الجرائم، احتجاجات الجبهة الاجتماعية، الحرقة، البطالة، إصلاح المنظومة التربوية، إصلاح التعليم الجامعي، الأزمة الاقتصادية، كلها مواضيع تجتاح وسائل الإعلام يوميا. والسؤال الذي يطرح: هل النقاش الذي يتناول في هذه القضايا هو نقاش نخبة أم جدل عقيم؟ مشاهدينا، في هذا العدد من نقاشنا على المباشر سنتكلم عن النخبة في الجزائر: غياب غير مبرر أم تغييب دون مقاومة؟ وأسعد باستضافة الدكتور برهان الدين زواقة، باحث وأكاديمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. لعل موضوع اليوم هو موضوع عميق، موضوع يحتاج إلى نظرة يعني نغوص في النقاش، لأنه متعلق بالمجتمع، متعلق بالأمم، متعلق بالحضارات، متعلق بكل تقدم وكل ازدهار في هذه الحياة، وهو موضوع النخبة. لو نقول لك وش معناها النخبة، لأنه اليوم في الجزائر نرى أنه حتى المفاهيم اختلفنا فيها. صحيح. هو الحقيقة النخبة كمصطلح في النظريات الغربية المقصود به نخبة النفوذ، بمعنى السلطة أو المال، وهذه الحقيقة ظهر في الغرب، بمعنى من يملك السلطة ويمارسها، ومن يملك المال ويستثمره فهو النخبة. لكن الآن المصطلح المشاع في ثقافتنا يقصدون بالنخبة النخبة السياسية التي تمارس العمل السياسي، النخبة الدعوية أو الإصلاحية التي تمارس العمل الدعوي والإصلاحي، النخبة الاجتماعية التي فيها ناشطون اجتماعيون، نخبة ناشطون في حقوق الإنسان، وغير ذلك من النخب. ومن بين هذه النخب هي النخب الأكاديمية التي منوطة بإصدار بحوث وأن تتموقع على مستوى كل الجبهات وكل النقاط التي ذكرتها بداية. طيب، النخب الأكاديمية عندنا في الجزائر مشكل، أو هو بين الأكاديمي وبين الواقع في كل المجالات. لماذا؟ الحقيقة هو غياب مشروع مجتمع، وأنا دائما أتكلم عن مشروع مجتمع. مشروع مجتمع ليس بناء جامعة كبيرة، نبني جامعة بناء على توصيات مخرجات مجلس الوزراء، بناء على توصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ولهذا الآن وجدنا جامعات عبارة عن ثانويات كبيرة يتخرج منها الطلبة، ثم بعد ذلك يرون بأن الواقع غريب عنه، مع أن كل الأدبيات والنظريات التي تؤسس للجامعة خاصة مع نظام الألمدي هي محاولة المزاوجة بين الجامعة والمجتمع. الحقيقة الجامعة ليست هي التي تعطي الشهادة، من فروض الجامعة هي التي تقود المجتمع في إنتاج البحوث. الآن عندما نرى المخابر البحثية، ربما سنتكلم عن المخابر البحثية الكثيرة والمنتشرة التي صرفت عليها الدولة وموجودة، لكن حتى الرسائل الجامعية الآن، الرسائل الجامعية أحيانا أناقش رسائل جامعية رائعة جدا وبعدين ترمى في الرفوف. أين مجلس الوزراء؟ أين المجلس الوطني الاجتماعي الاقتصادي؟ أين مجلس اللغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى؟ أين مجلس سلطة من محاولة جمع كل هذه الرسائل وهذه البحوث الرائعة؟ وأنا أقول لك الباحثون الجزائريون أكثر تميزا في الإنتاج العلمي من غيرهم، ولو تدخل في أي ملتقى دولي ستجد 5 أو 6 في كل تخصص من الجزائريين ومن الجامعات الجزائرية. ولكن إشكال هذا الكم الهائل من الثروة البحثية، نعم، إن صح التعبير، لا وجود لها في الواقع، وهذا يجعلنا أمام مبهمين، يعني أمام علامة استفهام كبيرة. البحث العلمي أو بحث النخبة في الجزائر لا محل له من الإعراب في الواقع. صحيح. الحقيقة ربما لابد من إيجاد نخبة فاعلة، بمعنى كما قلت في المقدمة، الفاعلة بمعنى حتى ولو غيبت لابد أن تقاوم، لابد أن تقاوم يعني المقاومة السلمية العلمية العرفية المعرفية من أجل أن نفرض ذواتهم. ومن جهة أخرى أن المناصب والمسؤوليات التنفيذية في الجامعات لا تعطى للكفاءات،
تعطى لمختلف الولاءات، وهذه الحقيقة خطيرة جدا. هذا هو اللي ربما نعم. نركز عليه النقاش الآن، حتى يعني ما نروحوش المحور قبل محور. صحيح. ما دام تكلمت لي قلت لي النخبة في الجامعة، رحنا للجامعة. أي نخبة في أي مجتمع تتم تنشئتها من مؤسسات. نعم. في الجزائر الآن كل جدل أو كل نقاش عن مؤسسات تنشئة اجتماعية. نعم. لو تكلمنا عن اختطاف الأطفال يقول لك المدرسة. نعم. نتكلموا على السرقات والجرائم يقول لك المسجد. نعم. هذه كلها مؤسسات تنشئة ولكن مفرغة من محتواها، والدليل هو الواقع، ليس أدل على ذلك من الواقع. صحيح. يعني هذا هو الإشكال. صحيح. أستاذ ياسر، تخيل أو تصور أو أننا حاولنا أن ننشئ جامعة متطورة جدا رقميا وتكنولوجيا وكل الأساتذة البارعين والممتازين، هل ممكن أن تضيف شيء للجزائر؟ لا تضيف شيء للجزائر، لأن مشروع المجتمع هو مشروع متكامل. عندنا رؤية قيمية متعلقة بالقيم، ورؤية معرفية، ورؤية نظم. أننا لا يمكن أن ننشئ جامعة كالزهراء في مستنقع، لا يمكن ننشئ جامعة. طبعا الجامعة أو المعرفة مرتبطة بالمنظومة القيمية للمجتمع، ومرتبطة كذلك بالمنظومة النظامية بمقصود العدالة الاجتماعية. فلا يمكن إذا كانت هناك رؤية قيم ورؤية معرفة ورؤية نظم وتمشي مع بعض. طيب هذا المشروع من يبادر به؟ لأنه أنا لست مع تلك الثنائية، حكومة مواطن. صحيح. أو دولة مواطن. أنا صحيح. مع رباعيات أو خماسيات، مجتمع مدني، فعاليات، مسجد. صحيح. شباب، يعني كل هذه الفعاليات. الآن هذه المشروع المجتمع من يؤسس له؟ نعم، بالدرجة الأولى السلطة، بالدرجة الأولى السلطة، لأن السلطة من المفروض أن تكون لها رؤية مجتمع متكامل وتشارك فيه المعارضة. المعارضة ليست هي التموقع في مواقف جزئية أو مواقع خطابية أو من خلال انتخابات جزئية أو ظرفية. المعارضة من المفترض أن تكون معارضة لها رؤية كاملة تكمل النقص التي موجودة في رؤية السلطة، كما موجود في بريطانيا. تجد الحكومة وشادة حكومة، بمعنى حكومة الظل. حكومة الظل تراقب الحكومة، تراقبها. السلطة دير وزير التعليم العالي، المعارضة مد وزير التعليم العالي لحكومة الظل، تراقبه في كل شيء، مش تراقبه في أموره الشخصية كما نفعل أحيانا من خلال الصحافة الصفراء. تراقبه في التسيير، تراقبه في الرؤية، تراقبه في الهدف، تراقبه في الرسالة. أعتقد سيكون التكامل هنا، يأتي التدافع الإيجابي مش التدافع السلبي، أننا كلما السلطة قامت بشيء المعارضة تعارض. وأنا أعتقد بأن أحيانا أن هناك في الجزائر من يوالي لمصلحة تحققت له، وهناك من يعارض لمصلحة لم تتحقق له. وأعتقد بأن من يعارض من أجل أن يحقق مصلحة تكمل المصلحة التي يرمي إليها من هو في الموالاة. أعتقد بأن المسؤولية ثنائية، ومسؤولية السلطة بالدرجة الأولى هي الأكبر. فرضا أن السلطة لم تقم بهذا الأمر، فرضا. نعم. السلطة لم تبادر بمشروع مجتمع. نعم. الآن الحمل على من يقع؟ على المعارضة. على المعارضة. أنت ذهبت إلى الشق السياسي. هناك النخبة. نعم، النخبة أو الخط الثالث لغير مشارك، قادة الرأي. قادة الرأي. والحقيقة أننا في الجزائر قادة الرأي الفكري ليسوا مشاركين لا في المعارضة ولا في الموالاة، وهذه إشكالية موجودة في الجزائر، منسحبين. هم لماذا انسحبوا؟ هل المناخ لا يشجع؟ هل تم منعهم؟ أنا أعطيك مثال بسيط. نعم. من يمنع شخص من الأشخاص سياسيا كان أو غير سياسي أن ينشئ مثلا مشاريع مجتمعية في جمعيته، والجمعيات ما شاء الله في الجزائر راهي بالآلاف. نعم. وتأخذ الدعم. طيب ينشئ مشاريع مجتمعية ويبدأ من حيه ويبدأ من بلديته وينتشر. أكثر السياسيين في العالم وفي سريلانكا مثلا هناك من أخذ أغلبية في الانتخابات بسبب صحيح. مشاريع تنموية لشعبه. صحيح. نحن نطالب بهذا، نحن نطالب بالأعمال الصغيرة التي تكبر حتى تكون لها صدى في المجتمع. ولكن هناك رؤية واقعية أن كل المشاريع التي لا تلبي لا طموحات السلطة، أنا لا أقول الدولة لأنني نحن مع الدولة، واضح، مع السلطة، لا تلبي ولا تمشي في طريق السلطة أو لا تمشي حتى في طريق المعارضة، يعني هذا الكلام، فإنها تعتقد ستحجم بعد ذلك. وهناك تجارب كثيرة واقعية إلى غير ذلك. كم من واحد يريد أن يبدأ بمشروع وحده، يعني
ما فيهش تيتر، ما فيهش عنوان، لا عنوان حزبي ولا عنوان، أعتقد يجد مطبات كبيرة في الطريق. طيب، لنسقط هذا الكلام على ما حدث خلال الأيام الأخيرة من مشاكل في المجتمع حتى نكون واقعيين نوعا ما. مشاكل اختطاف الأطفال، هذا في الشق الأمني طغت خلال الأسبوعين الماضيين، ومشاكل إصلاح المنظومة التربوية أيضا طغت على الساحة الإعلامية والساحة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي. في المشكلين أو الحدثين، هذا حدث مادي متعلق بأمن، وهذا حدث معنوي لأنه متعلق بتربية وفكر ومنهج تربوي تعليمي. النقاشات في هذين الموضوعين هي نقاشات لا أقول عقيمة، ولكن نقاشات تفتقد إلى النقاش العميق. يعني في الإجرام نقول إعدام، نعم. وفي التربية نذهب إلى أمور لا علاقة لها أصلا بالمنهج الصحيح، نتكلم عن أمور شخصية على الوزيرة أو نتكلم على أصل صحيح. لا أدري لماذا. تفضل. هو الحقيقة الإنسان لما يكون له غياب الرؤية الشاملة التي كما يسميها الألمان الرؤية الكونية، إذا لم يكن له رؤية شاملة، وهذه الرؤية نستخرج منها الرسالة، أعتقد أنه يتبع هذه الجزئيات وهذه الفقاعات الموجودة هنا وهناك، بمعنى في غياب الرؤية. لأن إذا أردت أن تصارع فكرة لابد أن تصارعها بفكرة أقوى منها، مش بأشخاص أقوى، معناش في حلبة مصارعة. وإذا أردت أن تنافس نسقا فكريا لابد أن تنافسه وتقاومه بنسق فكري أقوى. هذا الذي نريده. نحن نعتقد بأن الصراع هو صراع بين أفكار ليس بين أشخاص. نحن اختصرناه بين أشخاص، لما اختصرناه بين الأشخاص أعتقد أصبح الجدال كما قلت عقيم. ولهذا كما تعلمنا من كتبنا من الكتب أن العقول الصغيرة تدور حول الأشخاص، والعقول المتوسطة تدور حول الأحداث، والعقول الكبيرة هي التي تدور حول الأفكار. بمعنى أحيانا نرى موقفا معينا دائما نعطي له المحاكمة الإيديولوجية، وهذا خطر الحقيقة. دائما عندنا محاكمات بالمجان، محاكمة إيديولوجية، وهذا الكلام ينسحب على اللي في السلطة وينسحب كذلك على المعارضة. دائما هناك محاكمات إيديولوجية. أي موقف من السلطة فإنها بنظرية المؤامرة، ننظر إليه بنظرية المؤامرة، وأي موقف من الموالاة بأنها مؤامرة وبأنها أيدي خارجية وبأن هؤلاء يريدون. الحقيقة لا نستطيع أن نبني مجتمعا بهاتين الرؤيتين. ما هيش رؤية أصلا، ليست رؤية، عدم وجود رؤية الحقيقة. طيب، أنت لاحظت كدكتور تسقط كثيرا ما يحدث على الشق السياسي، كأنه الشق السياسي هو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر. نعم. في هذه الرؤية. نحن في الجزائر نريد تنمية التنشئة السياسية مش التنشئة الحزبية. نحن في الجزائر عندنا تنشئة حزبية. نحن نريد أن نرتقي إلى مفهوم التنشئة السياسية. أظن السياسة الحزب أداة من أدوات العمل السياسي، لكن نحن اختصرنا العملية السياسية بجوهرها وبأبعادها وبآفاقها. بماذا؟ بانتخابات على المستوى المحلي أو المستوى الوطني أو انتخابات على مستوى الرئاسة. أعتقد لابد أن نتجاوز هذه الرؤية، بمعنى أن ننشئ رؤية سياسية تتفق مع رؤيتنا للقيم، رؤيتنا للمعرفة، رؤيتنا للنظام. وهل يمكن أن يكون هذا يا دكتور في ظل هذا التجاذب الموجود؟ يعني الآن أنت تلاحظ أنه الأحزاب السياسية بكل أطيافها تفتقد للنخبة، وهذا أمر صحيح. النخبة قلت لي منسحبة في بداية الكلام. يعني كيف يمكن أن يكون هناك تصل إلى تنشئة سياسية وأنت أحزابك التي ترشح النواب ومن النواب يتم اختيار الوزراء هي أصلا تفتقد للنخبة؟ صحيح. أنا أقول لك عشت في بعض الدول المتقدمة لا أريد أذكرها. الحزب السياسي، حزب سياسي معين، إذا أراد منصبا في المقر الوطني لذلك الحزب، ماذا يفعل؟ يدير إشهار على مستوى الجريدة، على مستوى الجرائد والصحف. حزب، أنا أتكلم عن السلطة، وهذا مفروض السلطة تقوم بهذا الدور. حزب سياسي، وأنا حضرت مرة يريدون موظف داتابايس، يعني في إدخال المعلومات في الكمبيوتر، يقومون بجريدة، إعلان في جريدة حتى يأتيهم الكفء. أنا أعتقد هذه النظرة التي لابد أن نصل إليها، بأن الفرد الكفء هو يخدم وطنه ولو لم يكن متحزبا. نحن نريد أن نستخرج أحيانا الآن في الجامعة الجزائرية فيه دي بروفيسور في الطاقات المتجددة، بروفيسور في علم النفس، في علم الاجتماع، في الاقتصاد، في الماركتينج، في المانجمنت. الآن وظيفته التعليمية، بمعنى المدرج ثم البيت. أعتقد وإن كانت هذه وظيفة شريفة، أعتقد بأنها جريمة في حق هؤلاء النخبة.
طيب دكتور، أنت تركز كثيرا على الجامعة، مع أنه الجامعة هي مجرد مرحلة من مراحل تعليمية تبدأ من سنة أولى ابتدائي. ونعرف أنه الاعتناء بعقول الأشخاص يبدأ بالأطفال. طيب. لأنه أول عجينة تعجن هي الطفل. صحيح. وفي اليابان يتم معرفة تخصص الطفل من صغره ويوجه على أساسه. اليوم في الجزائر ما دمنا نتكلم عن النخبة يجب أن نتكلم عن صناعتها، وصناعتها تحتاج إلى مؤسسات، مسجد، مدرسة، محيط، وفعاليات دار ثقافة ومكتبات وجيران وكل ما يصادف الطفل في مراحل حياته. الآن نحن أمام مشكل إصلاح. من أين نبدأ هذا الإصلاح؟ من يقود هذا الإصلاح؟ أولا لابد الطبيب الناجح هو الطبيب ليس لي بالضرورة الذي يعطي دواء ناجحا بقدر ما يعطي تشخيص الدياغنوستيك صحيح جدا للمرض. نحن لابد نقول لك ولو نتوقف لابد أن نقوم بتشخيص ماذا حدث لنا. سؤال النهضة أو سؤال الثقافة أو سؤال التنمية لابد أن نقف ماذا حدث لنا بعد 400 سنة تقريبا من التخلف. لابد أن نسأل أنفسنا الحقيقة، والحقيقة الإجابة موجودة. من يقرأ كتب مالك بن نبي سيجد الإجابة، يعني لا تحتاج إلى جهد كبير، يعني فقط تحتاج إلى تفعيل مثل هذا الفكر في دنيا الناس. هذه المسألة. أنا أقول لك بمعنى عدم تجزيء المدرسة والإعلام والمسجد والجامعة، هذه التجزئة هي التي أحدثت لنا ارتباكا اجتماعيا لا يمكن التجزئة. أنا أقول بمعنى منظومة كاملة، منظومة تنشئة اجتماعية كاملة. الجامعة هي التي تؤسس للابتدائي، والابتدائي هو الذي يؤسس للجامعة، فتكون منظومة متكاملة. أعتقد نكون قادرون على إخراج جيل يؤمن بالقيم والمعرفة والنظم. جميل جدا. يعني أنت قلت لي ما نجزئوش ولازم كامل يخدموا مع بعضهم، ولكن كأننا ندور في حلقة مفرغة. هذا الكلام كلام أكاديمي، كلام من عند باحث، كلام من عند كفاءة تريد جزائرية. تطبيقات عليه. أريد تطبيقات عليه، أريد آليات تطبيقه. يعني الآن لما نكمل هذا الحوار أنا وأنت يا دكتور سنخرج كأن شيء لم يحدث. وهذا صحيح. مشكل أيضا في الجزائر أنه كلام الكفاءة لا يؤخذ به. نعم. الحقيقة أول شيء يعني دائما يقولون تضيع الحقيقة في التفاصيل، صح؟ والشيطان يكمن في التفاصيل. واحيانا تضيع الحقيقه في ليزانترميديار، في الوسائط. احيانا ربما السلطه، انا لا ابرر للسلطه ولا ابرر لاحد، انا افترض احيانا السلطه لها رؤيه جيده جدا، لكن ليزانترميديار الوسائط ليسوا جيدين. نعم، يعني هذا هو الاشكال. هذا هو الاشكال، رؤيه السلطه. هذا هو الاشكال. ولهذا انا اقول لك الكفاءه، وطبعا الكفاءه النخبه ما هي؟ يشترط في النخبه 3 أشياء. الكفاءة، والكفاءة ليست هي الأقدمية بالضرورة، وليست هي الشهادة بالضرورة. الكفاءة الآن في قياسات الأداء في المانجمنت ولا كاين قياس اللي اسمه قياس الأداء الكفاءة. والكفاءة هذه لا تكفي، لابد أن تكون الفاعلية، والفاعلية لا تكفي، لابد أن تكون الإنتاجية. النخبة الفاعلة لابد أن تتوفر فيها 3 شروط: الكفاءة والفاعلية والإنتاج. نحن الآن أنا أقول لك، وربما هذا لا نخفي السر، المناصب في الجزائر تعطى على سبيل الولاءات للكفاءات بنسبة كبيرة. هذا الكلام ربما يفهم واحد منه يقول لي حتى اللي في الولاءات إذا كان كفءا، إذا كان لي في الولاء يعني داخل في منظومة ولاء كفء، فإنه لن يكون فعالا ولا منتجا، لأنه يحتضن تلك الولاء ويعيش به. أما لو أنني كان منصب معين وجبت السي في تاع الناس كامل وجبنا لجنة حيادية وخرجنا ياسر عرابي بأنه هو مسؤول في هذه المسألة، أعتقد بأن ياسر عرابي ستتوفر فيه الكفاءة وتتوفر فيه الفعالية وتتوفر فيه الإنتاجية، وبذلك سيعطي بدون مقابل. ولهذا هي مشكلتنا، يعني المشكلة الكبيرة. أنا أعتقد الرهان هو رهان الكفاءات. تكلمت عن التوظيف وهذا مهم جدا في الجزائر. نعم. لأنه الآن قبل أيام كنا في مسابقة توظيف للأساتذة المعلمين. نعم. ومسابقات توظيف في كل المجالات تسير بهذه الطريقة. نتساءل دائما لماذا الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي تطورت. نعم. ونتساءل كيف توظف هذه الإمارة عمالها الذين هم من الهنود. نعم. ومن الجزائريين ومن المصريين ومن اللبنانيين، توظفهم عن طريق مواقع إلكترونية لا تلتقيهم أصلا. ونحن في الجزائر ما زالت سياسة التوظيف في الجزائر سياسة لا تعتمد على ما كنت تقول يا دكتور. نعم. ما زالت تعتمد على الهاتف وتعتمد على أمور كثيرة لا يمكن أن أطرحها في. نعم. يعني حتى نستحي منها. نعم. أنت أعطيت مثال على دول، لا نريد أن نذكر دول. أنا زرت دولة خليجية، ذهبت في ملتقى دولي، خليجية. الحقيقة أصابني الرهاب يعني في قضية التكنولوجيا
والتطور البحث العلمي. هذه الدولة في 1971 ما عندها ولا ثانوية. كان من أراد أن يدرس الثانوية يذهب إلى القاهرة أو إلى الكويت. ما عندهاش ثانوية. احنا في 71 عندنا أكثر من 15 جامعة وأربعة أو خمس مراكز جامعية في 71. أعتقد بمعنى يعني كاين قطيعة كبيرة، قطيعة سياسية، قطيعة ابستمولوجية، قطيعة معرفية، قطيعة تاريخية، قطيعة أجيال عجيب. ماذا الذي حدث لنا؟ أنا أقول لك، أنت ذكرت الإمارات أو دبي، يعني دبي لأن حاكم دبي عنده رؤية مجتمع، قد لا نتفق معه في بعض الجزئيات، قد لا نتفق معه في بعض التفاصيل، لكن هذا الرجل له رؤية مجتمع، عنده رؤية مجتمع. استطاع أن يخرج دبي الذي نفذ منها البترول أن تكون دولة بهذا الشكل، لأنه استطاع أن يوطن المعرفة، أن يوطن شركات الإنتاج، أن يوظف الكفاءات، أن يوفر الكفاءات. وكما ذكرت مثال الإماراتية أو الشركة القطرية، مديرها سويسري ومسؤول المشاريع مصري ومشروع وإلى غير ذلك. أعتقد لابد أن نصل، ونحن الحمد لله أمة واحدة، ما زلنا نتكلم بالقبائلية بالعروشية، ونتكلم بالحزبية، ونتكلم بالإيديولوجية. أعتقد هذا الذي هو أخرنا، هو الذي طيب أخرنا. فيما يتعلق قلت الآن أنه حاكم دبي يملك رؤية. احنا في الجزائر ربما عندنا إشكال متعلق بالشخص المناسب في المكان المناسب. نعم، صحيح. أحيانا تجد قانون أمام يديك، قانون جميل جدا يعجبك، نعم. ولكن عندما تحاول أن تسقط ذاك القانون على الواقع تجد عراقيل من أبسط الموظفين. حتى العراقيل أصبحت ثقافة، نعم. والبيروقراطية أصبحت ثقافة. أعتقد. الآن يا دكتور، لما تقول لي ماذا يحدث لنا، كأنه نشوف سواد في الجزائر، وأريد بصيص أمل كمواطن جزائري. من أين أبدأ؟ من أين أصلح؟ الحقيقة هذا سؤال لا أستطيع أن أجيب عنه، لابد ربما أنا عندي إجابات بسيطة جدا ومن خلال التجربة إلى غير ذلك، لكن يمكن نبدأ إذا كانت هناك نية صادقة. النية الصادقة كما كانت عندنا النية. وتعرف الشعب الجزائري شعب عاطفي جدا، يعني عاطفي جدا ومشاعري جدا وعرفاني جدا. أعتقد لو تكون النية الصادقة، ونحتاج إلى قادة حكماء فيهم صفة الأبوة وصفة رؤية بعد الرؤية، أعتقد أننا سنستوعب كل هؤلاء ونتجاوز كثير من الأخطاء، ونتجاوز كثير من السلبيات، ونتجاوز كثير من الأمور التي وقعت لنا. أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة هي بمعنى رؤية مجتمع. هنا أشير إلى نقطة مهمة، وربما الذين في السلطة الجزائرية عندهم أبعاد لا نفهمها. صح؟ محافظة على الوطن، ونحن نقدر هذه القيمة، المحافظة على الوطن. وإخواننا الذين في المعارضة عندهم رؤية، لابد من تقارب هاتين الرؤيتين، أن نفهم أبعاد الدولة وأن نفهم مقاصد المعارضة. ربما أعيد حتى أبسط هذا المعنى، ربما الدولة حتى نحسن الظن ونزيل فكرة المؤامرة عندها أبعاد معينة لا تريد أن تقولها، لابد أن تشارك النخبة معها في فهمنا في هذه الأبعاد. لأن مثلا عندما نرى، وأنا أقولها بصراحة من باب أن نقول للمحسن أحسنت، بعض المواقف الخارجية الجزائرية رائعة جدا، ونحن نعيش في دولة متخلفة في تناقض يعني. فنريد على السلطة أن تبسط لنا رؤيتها في محافظة الدولة. إذا المحافظة على الدولة مقصد نحن معها، لكن إذا كانت المحافظة على مصالح أشخاص أو مصالح مواقع النفوذ، أعتقد نكون في حي صبيس إلى يوم القيامة ولا نستطيع أن نفعل شيء. أعتقد بمعنى واجبنا الآن هو التقريب بين وجهات النظر. تكلم عن علاقة مهمة بين النخبة وبين السلطة. نعم. وليس بالضرورة أن تكون السلطة مفرغة من النخبة، وليس نعم. بالضرورة أن تكون سلطة بنخبة، يعني نعم. في كلاهما قدر يكونوا. الآن في الجزائر النخبة كما اتفقنا في بداية الأمر يا إما مغيبة بدون نعم. مقاومة أو غائبة بدون مبرر. ماذا أفعل كمواطن؟ أذهب إلى ذلك الشخص وهو نخبة أقول له تحرك، أحرضه على التظاهر، ماذا أفعل؟ نحن مطالبون أن نكون جيلا من الشباب، جيلا من الجامعيين، جيلا من النخبة، أن يكون لهم أهداف. تعرفون الآن دراسات في علم النفس السلوكي تقول بأن تقريبا 1 أو 3% من الناس في العالم عندهم أهداف. نحن لابد أن كل واحد لابد أن يكون له هدف في الحياة، هذا الهدف يخدم مجتمعه. أعتقد لو أننا ربينا هذا الجيل على الهدف سألتقي معك في هدفك إلى غير ذلك. أنا أعتقد النخبة الحقيقة مسؤولية رقم 1 للسلطة في تغييب هذه الكفاءات أو في هذه النخبة، وهذا يعني لا يبرر النخبة الانسحاب أو الاستقالة. الآن النخبة استقالت استقالة جماعية يعني.
دكتور، فيما يتعلق الأزمات التي تعرفها المجتمع، نعم. نعاني من أزمة أخلاقية تربوية شديدة ووقعها شديد. نعم. تبدأ من الأسرة لا تعرف نخبة، الأسرة تعرف تربية. نعم. يعني بكري وجدودنا وآبائنا وأخوالنا وأعمامنا في سنوات الاستعمار وبعد الاستقلال من المجاهدين لم يكونوا نخبة، يعني بمفهوم الكفاءة العلمية. لا كانوا نخبة، ولكن كانوا ما عندهم الشهادة، ما عندهم الشهادة. نخبة. لا حتى تلقاهم مش قاريين، ولكن كان بكري واحد المثل يقول لك أعطيني فهم الله لقرأ. نعم، هذا المقصود يعني. إذن وكانوا ربما أنتجوا جيلا متأدبا متخلقا، يعرف الأصول، يعرف احترام الكبير، يعرف العطف على الصغير. اليوم بارتفاع المستوى التعليمي ينحدر المستوى الأخلاقي، وهذه ربما الإشكالية الكبرى حتى داخل الأسر. لا هو هل هذه آثار عولمة؟ هل هذه هي أثر عولمة؟ لأننا أخذنا الجانب السلبي من العولمة في تفكيك البنيات وتفكيك مؤسسات التنشئة الاجتماعية. قديما كانت مؤسسات التنشئة الاجتماعية تقليدية وبسيطة جدا، ولكن كانت متماسكة، ومن يقوم بهذه التماسك هي رؤية المجتمع الذي يصنعها الحاكم. رؤية المجتمع الذي يصنعها الحاكم، وإن كانت رؤية بسيطة، أعطيني رؤية بسيطة تسير لي قرية أفضل من دولة فيها 40 مليون وليست هناك رؤية مجتمع. أعتقد الآن مسؤولية السلطة أن تتجه إلى الكفاءات، وأن تتجه إلى هذه البحوث المرمية في رفوف الجامعات، ونديروا كما داروا اليابان سيدي، نبقاو نحجزوا نفوسنا ونعطيو رؤية المجتمع. وما يهمناش نحن نقول رؤية لا هي إسلامية ولا إيديولوجية، رؤية مجتمع يعتمد على القيم، وهذه القيم عندما نتفق على القيم سنجد الإسلام. يعني نحن لا نختلف في الإسلام، لا نختلف عن الإسلام، لأننا لو نتفق عن القيم سنجد الإسلام. إن الإسلام ما هي مجموعة من القيم. الفرق بين القيم التي في عند غير المسلم وعند المسلم أنها مرتبطة بالربانية فقط. نحن نريد الآن إيجاد مجتمع القيم. الصراع الآن مش صراع إسلامي، ما هو إسلامي، صراع قيم، منظومة قيم. وأعتقد لابد هذه مسؤولية السلطة بالدرجة الأولى من إعادة تشكيل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بناء على رؤية معرفية متطورة جدا، ثم إسناد الكفاءات. هذا شيء مهم جدا. يعني الكفاءات هي التي لا يعرفها السي في تاعها. وأنا نقول لك الجزائر مليئة بهذه الكفاءات، ودليل ذلك يعني عمداء كليات في جامعات هنا وهنا. سنتكلم عن الكفاءة مع الهجرة، لأنه الآن في الجزائر هناك ثقافة تريد أن تنجح أخرج للخارج. نعم صحيح. ومع الحركة سنتكلم عليها، ولكن بعد فاصل إشهاري دكتور برهان. مشاهدينا فاصل ونواصل في هذا العدد عن النخبة والكفاءة في الجزائر، فابقوا معنا. جديد في نقاشنا المباشر عن النخبة في الجزائر، غياب غير مبرر أم تغييب دون مقاومة؟ أواصل نقاشي مع الدكتور برهان الدين زواقة الباحث والأكاديمي. أستاذ برهان الدين، توقفنا عند إشكالية النخبة والهجرة في الجزائر. مجموعة من الشباب أو مجموعة من الإطارات المثقفين لا تسمع لهم شيئا في الجزائر، بعد مدة تسمعهم أصبحوا نجوما ومسؤولين في شركات عالمية، أطباء في مستشفيات عالمية، أساتذة في معاهد عالمية، مع أنهم كانوا في الجزائر. وحتى مشكل أنه كان أغلبية منهم قرأوا في الجزائر. الحقيقة هذه مشكلة نعاني منها وأنا أحد ضحاياها، يعني حتى لا أكون يعني ضحاياها. ونحن ما زلت أنا شخصيا أعيش هذا الصراع بين بيئة الإنبات وبيئة الإبداع الحقيقة، وما زلت لحد الآن في مخيال هذا الصراع بين بيئة الإبداع وبيئة الإنبات. ولكن ومع هذا أنا لا ألوم أي إنسان خرج، لكن ما يجب أن يكون ما هو واقع لابد أن يخرج حتى يبدع. واحد يعرض عليه أولا أمور المادية، ثم مكان العمل وجو العمل، بالإضافة لإبداعاته واكتشافاته إلى غير ذلك، ومقالاته التي تنشر وبحوثه وقيمته ويؤخذ برأيه يستشار. يا أخي الكريم، أنا درست في جامعة أم القرى، في أول أسبوع اتصلت بي هيئة الاعتماد الأكاديمي: باعتبارك خبير في مقاييس الإعلامية لابد أن تحكم لنا كل مقاييس الماجستير وهم يعرفونني فقط بمجرد أن دخل اسمي في المنظومة الإلكترونية إلى غير ذلك يعني. فأعتقد نحن أولى. طبعا ما هو واقع، أنا لا ألوم أحد أن يخرج، لأن هذه أرض الله سبحانه وتعالى. لكن ما يجب أن يكون، لو خرج ابن باديس وخرج ابن بولعيد
لما كانت جمعية العلماء، ولما كانت المعرفة، ولما كانت هناك ثورة في الجزائر. طبعا نحن لا نقول ثورة مسلحة، ولكن ثورة التغيير، ثورة الإصلاح، الثورة التي ترفع هذا المجتمع، هذه الدولة العظيمة إلى مصاف الدول الكبرى. أعتقد هذا إشكال لابد أن نتعاون فيه، وأعتقد بأن السلطة رقم واحد ترجع إلى السلطة رقم واحد الآن. تعرف بأن راتب الأستاذ الجزائري من خلال الزيادات الأخيرة اللي قبل 5 تجاوز الأستاذ الموريتاني والأستاذ السوداني. يعني لا يستطيع أن يصل إلى راتب إخوانه في تونس أو في المغرب. أعتقد هناك إشكال فهناك إشكال. فأعتقد بأن الإنسان عنده حاجيات معينة، من بين هذه الحاجيات تبقى مسألة الرؤية، مسألة الهدف، مسألة التضحية، هذه ليست لكل الناس. طيب، فيما يتعلق بهذا الهجرة والغرب والشرق، هناك أحد الأشخاص طرح سؤالا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقال بالحرف الواحد: لماذا نجد نخبة منقسمة بين نخبة ممجدة أو معجبة بالمشرق ونخبة معجبة وتتبع في مناهجها وفي برامجها الغرب؟ يعني لم نؤسس لنخبة جزائرية أصيلة، صحيح، عادة وتقاليدا وموروثا تاريخيا وثقافيا وكل شيء. هذا وهم الصراع بين الشرق والغرب. هو صراع يا إما يكون صراع إيديولوجي أو صراع بسيمولوجي، أو ما لا أقول حوار. أنا أقول دائما أن الماركتينج لا دين له، مشرقي أو مغربي. الماركتينج علم لا دين له، ودين القيم. المانجمنت والإيزو وكل هذه العلوم سواء أسسها الغرب أو أسسها الشرق، العبرة بأدائها، بأثارها إلى غير ذلك. أعتقد أن كثير من العلوم وكثير من المعارف لماذا نؤدلجها؟ هي مشكلتنا، لماذا نؤدلجها؟ المعرفة واحدة. ابن خلدون لما كتب علم العمران الإنساني، ربما هو انطلق من خلفيته الإسلامية إلى غير ذلك، لكن هذا الكتاب، لأن المعرفة معرفة إنسانية عالمية. ولكن يأتي بعض الناس من الإسلاميين، حتى من الإسلاميين، يحاول أن يؤدلج هذه المعرفة واحدة. خلينا من علوم الوحي هذا موضوع آخر. لا نتكلم عن المعارف العموم، هي معارف. الآن نتكلم عن المانجمنت مثلا، أو علم إدارة الأعمال، أو الماركتينج، علم التسويق. صحيح كانت من خلال أسواقنا بعض الأدبيات، لكن أمريكا من خلال تقدمها هي التي تطورت، وهي التي بسطت لنا هذا العلم، علم الإدارة الذي كان معقدا. علم الإدارة العامة كان معقدا. من خلال المنظومة الفرنسية جاءت المنظومة الأمريكية لتبسط لنا الإدارة العامة، الادمينستراسيون، إلى إدارة الأعمال، وأصبح بسيطا يقرأه الطالب في 3 سنوات. نفس الشيء بالنسبة للماركتينج إلى غير ذلك، إلى وصول إلى إدارة الجودة الشاملة، الإيزو، إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن الصراع هو صراع وهمي. الذي يكون له خلفية معرفية ابستيمولوجية يعتقد بأن كل شيء جميل، كل شيء ليس فيه ظلم، كل شيء ليس فيه فساد، فهو قيمة لابد أن نتبعها. أعتقد لابد أن نتجاوز هذا الصراع. قلت لا نؤدلج الصراع ولا نؤدلج العلوم. نعم. ما حصل مؤخرا في قطاع التربية هو محاولة أدلجة، نعم، أو مؤدلجة من طرف البعض، ولم نسمع للنخبة رأي. نعم. لأنه لما يتكلم السياسيون ليسوا سياسيين، صحيح، ليسوا هم النخبة. الحقيقة أنا أتكلم عن رأيي الخاص، لأن هناك مستويات للرأي. هناك الرأي الشخصي، والرأي الخاص، والرأي العام. الرأي الشخصي أحتفظ به لنفسي، الرأي الخاص أشاركك به، الرأي العام هو الرأي العام، رأي النخبة ورأي الفاعل. أنا من خلال نظرتي، متابعتي البسيطة، ولا أزعم أنني اطلعت على الموضوع كاملا، وهذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية سأترك الكلام عن الكتب المدرسية للمتخصصين اللي هم أفضل مني في المنظومة، في التفتيش، في غير ذلك. لكن ما لاحظته أنني محاول أن أقسم المحاكمة أو النظرة إلى 3 مستويات. النظرة الأولى الإيديولوجية، النظرة الثانية المعرفية، النظرة الثالثة أنها فوضى عامة. ونحاول، هذه محاولة تفكيكية. إذا قلنا إيديولوجية، أنا لا يهمني إسرائيل، لأن فلسطين حفظها الله سبحانه وتعالى بالوحي. ولا تهمني أن عندما نزيل الدعاء، بعض الكتب أزالت الدعاء، عجيب يعني، أزالت الدعاء. وأنا كنت في لبنان، كان المسيحيون يدرسون، أنا درست في لبنان، المسيحيون يدرسون القرآن لاعتقاد منه أن القرآن ينمي لهم الثروة اللغوية. وآل جعجع وكل المارونيين في طرابلس وفي المينا كانوا يدرسون القرآن لأنهم يعتقدون بأنها ثروة. سبحان الله، هذه نظرة، كيف تكون هذه النظرة المعرفية الحقيقية. لكن الذي استوقفني من خلال هذه الأمور
استوقفني هي قضية تعريف الديمقراطية. تعريف الديمقراطية والنموذج هي الانتخابات، انتخاب الاستعمار الفرنسي. أعتقد بأن هذه هي الصاعقة التي لابد أن نتوقف كنخبة وكإعلاميين وكساسة. ما الذي حدث؟ من الذي وضع ورقة الانتخابات أنك توافق على خروج الاستعمار الفرنسي؟ أعتقد أن أخي ياسر لو نتوقع أن فرنسا خرجت بالانتخابات أتمنى أن أموت قبل أن أسمع هذا الخبر. ووالدي اللي كانوا في زوج مجاهدين، سواء الوالد والوالدة شاركوا في الثورة، أعتقد هذه صدمة لهما رحمهم الله. أعتقد هذه الكارثة، وأنا الحقيقة قرأتها في الفيسبوك، ولكن مما أكدها لي بيان أستاذنا القدير عبد القادر الفضيل لما تكلم عن هذه الجزئية. تعريف الديمقراطية، يعني تعريف الديمقراطية هي الانتخابات، وطبعا الديمقراطية ليست هي الانتخابات، أداة من أدواتها هي الانتخابات، والنموذج الانتخابات هي خروج فرنسا. أعتقد هذه مسألة لابد من السلطة أن تجيبنا ومن مدير هذه الصور دكتور للقاء وزير التربية مع أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جيد. أمس، واستماع لانشغالاتهم وكل أطروحاتهم. صحيح. ربما بدأنا نوعا ما في الوزيرة مشكورة طبعا، لأنه لم نجد مثل هذا التصرف من وزراء آخرين، أنه يفتح الباب لمن ينتقده ولمن يعارضه ليجلس إليه ويتحاور، وهذه أولى أساليب التعاون. نعم. المستوى الثاني أستاذنا، المستوى المعرفي. أنا تمنيت من التعليم في الجيل الثاني مش تنحي لي بعض الكلمات وتنحي الدعاء دخول بيت الخلاء أكرمكم الله، ولا تنحي بعض تعتقد بأنه سينشئ التطرف. الحقيقة هذا خطأ. إذا كانوا يعتقدون بأن التطرف من المنظومة التربوية هذا خطأ. والتقرير الأخير للمخابرات المصرية، عفوا المخابرات الفرنسية، عن الشباب الذين قاموا بعمليات إرهابية كلهم تكونوا واستوعبوا خارج مؤسسة المسجد، كلهم في السجون الفرنسية وكلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد إذا كانت عندنا رؤية معرفية، إذا كان هناك تطوير للمنظومة التربوية، أنا أعتقد لابد لكل طالب يكون عنده لوحة إلكترونية، طابلات. لماذا مش كل طالب يكون عنده لوحة إلكترونية حتى يستعمل البرنامج عبارة عن ديزابليكاسيون، وبذلك ينقص حتى من جهة علم النفس أن الطالب لو يستعمل ديزابليكاسيون كمواد تربوية ينقص الإدمان تاعه على الألعاب الإلكترونية. أنا تمنيت من الجيل الثاني أن الطالب يدخل في الموسم الدراسي وكاين لوح إلكتروني. عندنا مشكلة في مدارسنا، مشكلة اسمها دورات المياه أستاذ ياسر، ونحن نتكلم عن الجيل الثاني. ولهذا لا يمكن أن ننشئ معرفة دون قيم ودين دون نظم. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، نعم، لأن التفاصيل يدخل فيها، وطبعا ربما تفوتني، ربما أكون مخطئ، لكن أعتقد أن الجيل الثاني عندما نكون جيل ينطق عباك يأتون الطلاب في الجامعة لا يعرفون لا العربية ولا الفرنسية. نعم، هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. أنا نتمنى أنه يتقن الفرنسية، المشكلة أنه لا يتقن حتى الفرنسية ولا عربية. أنا أعتقد الجيل الثالث إذا كان طالب يتقن لغته ويدخل لغات أخرى، لا يتوقف عند الفرنسية فقط التي حدودها لوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا وإلى غير ذلك. أعتقد بأن اللغة الإنجليزية أو بعض اللغات الأخرى، والحمد لله كاين ثورة عند الشباب، عادوا يروحوا ألمانيا يدرسون، يروحوا تركيا يدرسون، يروحوا ماليزيا يدرسون، لأنهم أرادوا أن يفرضوا ذواتهم. بقي المستوى الثالث. نعم، المستوى الثالث طبعا أنا أعتقد الذي هو فوضى، لأن كما سئل، كما مطالبين أن نحسن الظن على قضية الخريطة فلسطين هذه بأن إسرائيل قالوا بأنه خطأ مطبعي. هذا دليل الفوضى، هذا دليل الفوضى، دليل الفوضى الخلاقة التي جعلتها أمريكا كنظرية في العلوم السياسية تقتات بينها إلى غير ذلك. وهذا نتيج ماذا؟ لعدم وجود الكفاءة. التحدي هو تحدي الكفاءة. والإعلام الحقيقة، ربما تكلمنا في الفاصل عن قضية نعم. الإعلام عنده دور في رفع ناس وفي خفض ناس إلى غير ذلك. أعتقد بأن الجزائر مليئة بالكفاءات التي تستطيع أن تصنع رؤية المجتمع، تستطيع أن تقوي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، تستطيع أن تسير جامعات وتجعلها جامعات مثالية وعالمية. وأنا أعي ما أقول، نحن في جامعة باتنا عندنا بعض الأساتذة ما زالوا شباب يتقنون 5 لغات، مش الفرنسية والعربية، 5 لغات، ودي بروفيسور في الطاقات المتجددة،
وأساتذة في علم النفس وفي الاقتصاد ومعروفون بإنتاجاتهم، لكن لا يظهرون لا في هذه القنوات ولا في غيرها، ولا في استشارات على مستوى الرئاسة ولا رئاسة الحكومة ولا على مستوى البرلمان. والبرلمان مشكلة كبيرة أخرى، مشكلة كبيرة. مرة دخلت في بلادنا وجدت قائمة من قوائم الانتخابات، وجدت أستاذ جامعي في ترتيبه السابع، فقلت له من حقك أن تشارك في الانتخابات، لكن ليس من حقك أن تكون أنت السابع، خاصة بعدما قرأت أن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، مع احترامي لبعض المهن يعني. دكتور، كلمة أخيرة حتى نختم هذا النقاش، تفضل. أعتقد الكلام هذا موجه للمعارضة وللموالاة، واضح. لابد أن نزيل فكرة أن نعارض من أجل المعارضة، أو أننا نعارض من أجل مصلحة لم تتحقق لنا، أو نوالي من أجل مصلحة تحقق لنا. وهذا الحقيقة ينسحب على مستوى السياسة وينسحب كذلك على مستوى الجامعة. احنا عندنا أساتذة في المعارضة في الموالاة، وهذا الحقيقة إشكال كبير. أعتقد أننا لو أننا الخطوة الأولى كفاءات من الجامعات الجزائرية وحتى في الخارج، أننا في مدة عامين نعطي تصور لرؤية مجتمع تعضد ما ذكر في الميثاق الوطني وما ذكر في الدستور، تعضد كرؤية للمجتمع. ثم بعد ذلك نؤسس له العلاش السعودية دارت رؤية 2030، وماليزيا دارت 2022. نقوم برؤية ولو 50,000 مش مشكل، ما يهمش، المهم رؤية، ونخدم في هذه الرؤية. لأن الرؤية مش بناء المحتجزات السكنية ولا بناء جامعات فخمة ولا بناء جوامع كبيرة أو بناء كذا. الحقيقة ليست هذه الرؤية، لأننا درسنا في جامعات غربية بريفابريكية أستاذ ياسر، بريفابريكي يعني بناء شبه جاهز، بناء شبه جاهز. نعم. وتخرج كثير من الطاقات من العلماء. أعتقد بمعنى أننا إذا استطعنا أن تكون لنا ورشات حقيقية من أجل رؤية المجتمع، السلطة تقدم المقاربة تاعها. طبعا أنا أعلم بأن السلطة عندها مقاربة أمنية، لو بسطت للنخبة لفهموها. بسطنا هذه الرؤية هذه، وكذلك المعارضة عندهم رؤية نقربوها للسلطة، ويبقى كل واحد في ميدانه يخدم لا غير ذلك يعني. شكرا لك دكتور برهان ديزواق، الباحث الأكاديمي، على هذا النقاش وهذه الإجابات حول النخبة في الجزائر. نتمنى أنها تكون مفيدة للرأي العام ولكل من كان